الموند، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير بحال ديما. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم معشوق المغاربه بامتياز من طنجه الكويره، المعروف عند الامازيغ، عند العرب، عند كاع الساكنه المغربيه في المغرب كامله، اللي هو بوشيير. سبق لي وشاركت معكم وصفه بوشيير في القناه، ماشي بزاف هذه. مؤخرا شاركت معكم وصفه ديالو، بزاف ديال الناس جربوه هنا الاستحسان ديالهم، ووصلونا عليه بزاف ديال التطبيقات وبزاف ديال التعاليق. كانت وصفه ناجحه لبزاف ديال الناس. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم وصفه اخرى ديال بوشيير، ولكن بطريقه مبتكره، طريقه جديده، اللي هي السفنج. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم العجينه ديال السفنج على شكل بوشيير، كيجي مفشفش كتر وكتر، مهوي كي تشوفوا في لا فيديو، كله مبايل وكله مهوي من الداخل، كله مخرج، تيجي فحال الشهده. كيجي رائع، ما كيجي لا ثقيل لا مدقس. وهاد الوصفه هذه او لا بالعجينه ديال السفنج كيجي مهوي كتر وخفيف كتر وكتر من الوصفه التقليديه العاديه ديال بوشيير. خفيف بزاف ورائع، كيجي شهوه منه مع كاس داتاي، سواء في الكوتي او لا في الفطور. جايين عندكم كذلك ضياف عرفتوهم عزيز عليهم بوشيير، فما كاينش محسن من هذه الوصفه اللي كيجي فيها جوج وصفات في وسط وصفه واحده. شفنج ولكن مصوب وطيب ومحضر على شكل بوشيير. غادي يخليكم بالعقل، واللي داق عندكم هذه الوصفه هذه غادي يطلب لكم طريقه التحضير ديالو بكثرة ما كيجي مفشفش مهوي وكله مخرج من الداخل، كيجي كي القطن بحال الريشه، خفيف. بقوا معي ان شاء الله حتى الاخير ديال الفيديو باش نشوفوا المكونات وطريقه تحضير بوشيير السفنج. عندي هنايا قياس 400 غرام ديال دقيق الفينو ماشي السميده الحلوه الرقيقه، الفينو. 400 غرام ديال الفينو. غادي نزيد عليها قياس 300 غرام ديال دقيق الفورس، ساشي ديال الخميره ديال الحلوه من وزن 8 غرام، 2 معالق كبار ديال الدقيق ديال الروز. ما عندكمش دقيق الروز كتخدموا سواء بالنشا ديال الذره او لا مايزينا. 2 معالق كبار ما يكونوش عامرين بزاف. 2 معالق كبار ديال الخميره ديال الخبز. انا هنايا توفرت عندي الحبيبات، الا كانت عندكم الخميره ديال الخبز هكذا كتكون حبيبات، كديروا 2 معالق كبار ما يكونوش عامرين، يعني 2 معالق كبار كتمسحوهم بهذا القياس هذا عادي. كانت عندكم الخميره المعجنه ديال الخبز كديروا معلقه كبيره عامره مقببه ونص ديال الخميره المعجنه. نسبه الخميره كتبقى على حساب الجو فاش نتوما خدامين. كان الجو بارد كديروا هذا القياس ديال الخميره بما انه الحال بارد دابا. كان الجو سخون كتردوا البال على حساب درجه الحراره. حاولوا انكم ما ديروش كميه كبيره ديال الخميره باش ما يحمضش لكم هاد بوشيير. غادي نزيد الملحه كديروا قياسكم ديال الملحه. 2 معالق كبار ديال زيت الزيتون او الزيت البلديه، ما يكونوش عامرين بزاف. وغادي نزيد معلقه كبيره ديال العسل. عندكم العسل خدموا به، ما عندكمش كديروا بلاصتو معلقه كبيره ديال السكر سنيده. واحد المعلقه كبيره عامره ديال الزعتر البلدي اولا الزعتر التدلاوي، الزعتر اللي الورقه ديالو كتكون عريضه اولا كتكون مفتحه. غادي ناخذ هاد المكونات غادي نديرهم في العجانه. عندكم العجانه كتخدموا بها كتسهل المأموريه، حيت هاد العجينه كتبغي دليك. ما عندكمش العجانه كتخدموها في قصريه، حيت العجينه كتكون القوام ديالها ديال الشفنج كتكون مرخوفه، فكديروها في قصريه كتعجنوها عادي. غادي ناخذ هاد الكاس ديال العجانه، ندير العجينه تبدا تعجن. باش نبدا كنعجنها بالماء، غادي ندفي شويه ديال الماء حاجتكم بالماء يكون غير دافي، ما يكونش سخون بزاف ما يكونش تاني بارد. الناس اللي غادي تخدم بالعجانه كديروا هاد الخطاف هذا. انا هنايا عندي كميه ديال الماء دافي، غادي نشعل العجانه والعجانه كتعجن وانا كنزيد في الماء دافي حتى كنحصل على عجينه اللي كتكون الاستيك مرخوفه. العجينه ديال الشفنج كاع المغربيات كيعرفوا العجينه ديال الشفنج القوام ديالها كيكون. صلا عندي عجينه وجدات كتجي هكذا. القوام ديال العجينه كيجي هو نفس القوام ديال العجينه ديال الشفنج، كتجي خفيفه ورطبه. شخصيا بقيت كندلك فيها في العجانه تقريبا واحد ربع ساعه 15 دقيقه كتبغي تدليك، سواء بالعجانه او لا بيديكم. كتعطيو هاد الدليك وكتحاولوا ما امكن انكم تدخلوا كميه كبيره ديال الهواء في العجينه باش كتحصلوا على عجينه اللي كتكون هكذا بكثرة ما مدلوكه مليح. كتبدا كتقلع من الجناب ديال الكاس ديال العجانه.
غادي ناخذ هاد العجينه في الكاس ديال العجانه، غادي نغطيها ونكلكمها مليح في شي طرف ديال الثوب يكون غليظ، ونخليها كتخمر حتى كيتضاعف الحجم ديالها. مده الخميره كتختلف على حسب الجو، واش الحال بارد او لا الحال سخون. الا كان الحال سخون ردوا البال ما تخليوهاش تخمر بزاف باش العجينه ما تحماضش. العجينه من بعد ما تضاعف الحجم ديالها كتشوفوها كي كتجي. غادي ندهن يديا بشويه ديال الزيت، كديروا سواء الزيت البلديه او لا زيت نباتيه، كدهنوا يديكم مليح باش كتحاولوا انكم تخرجوا الهواء من هاد العجينه هذه. كتشوفوا الخدمه ديالها كتكون سهله واخا انها مطلوقه، حيت مدلوكه مليح كتجيب هذا الشكل هذا. وحاولوا انكم ملي تكونوا كدهنوا في يديكم بالزيت ما تكثروش بزاف. غادي نقطع هاد العجينه على شكل حصص. قطعت العجينه على 6 ديال الحصص. نتوما كديروا القياس ديال البوشير على حسب الذوق ديالكم، بغيتو بوشير كبير متوسط صغير. انا غادي نديرهم ان شاء الله بشكل متوسط. غادي نبدا كنجمع في هاد العجينه، وديما كتحاولوا انكم تدهنوا يديكم شويه بالزيت. كتشوفوا كي كتجي العجينه ديال الشفنج تماما، وكتحكموا بها في يديكم. كتاخذوا بلاطو او لاطه وكدهنوه بشويه ديال الزيت، وكتبداو تاخذوا هاد القطع ديال العجينه وكتجمعوهم هكذا بشكل دائري وتستفوهم وتحطوهم في هذاك البلاطو اولا في اللاطه، اللي يا اما هذاك البلاطو اولا اللاطه كدهنوها بشويه ديال الزبده اولا كتفرشوا فيها الفيلم اليمونتير. من بعد ما شكلت الكويرات ديال العجينه هكذا، عندي هنايا خليط ما بين الزبده مذوبه وزيت الزيتون. الزبده من الاحسن ملي تذوبوها صفيوها من هذاك الحليب اللي فيها، ومني كتصفيوها كتخلطوها مع شويه ديال زيت الزيتون، كدهنوا بها هاد الكويرات هادو وكتغطيوهم وكتبداو في الطياب. ما محتاجينش انكم تخليوهم يخمروا مره اخرى. انا سبق ليا ودرت المقله ثقيله فوق البوطه كتسخن مليح. غادي نبدا اول وحده شكلته هي باش كتبداو كتكون ارتاحت شويه. خديت اول حبه غادي نطيبها باش تجيكم الخدمه سهله وما تبرزطوش. كتفرشوا ورق الطهي هكذا باش كتقرصوا فوق منه، هو باش كتهزوا بوشيار باش تديوه للمقله يطيب. غادي ندهن الوجه ديال هاد الحبه بوشيار بالخليط ديال الزبده نوازيت والزيت البلديه، وغادي نبدا نقرص فيها. كتشوفوا راه كلها نبايل بهذا الشكل هكذا. درتها متوسطه. المقله الثقيله كتسخن على عافيه، تكون ما بين متوسطه مهيله، ما تكونش ميته كاع ما تكونش مجهده بزاف. بشويه ديال الخليط ديال الزبده والزيت البلديه غير رشه خفيفه، وندير الحبه ديال البوشيار بهذا الشكل ونخليها حتى كتشد راسها وكتنبل كاملها. نرشها بشويه ديال الزبده والزيت ونقلبها للوجه الاخر. باش كتحصلوا على هذه النتيجه. كلهم فشفش ومهوي. غنستمر بنفس الطريقه حتى نسالي الكميه ديال البوشيار اللي عندي. الشكل النهائي ديال بوشيار سفنج. من بعد ما كطيبوا الكميه اللي عندكم ديال بوشيار كتقدموه وهو دافي اولا سخون على حسب الرغبه ديالكم، وكترافقوه باش ما بغيتو. شخصيا كنرافقوه بشويه ديال العسل الحر والزبده البلديه مريحه بالزعتره اولا ثازوك النيت مع الملحه. كتكون ملحه كيجي رائع، مذاق مالح وحلو. كيف ما يمكن لكم تقدموه سواء مع السمن المذوب اولا اودي اولا الزيت البلديه، زيت ارغان، املو. باش ما قدمتوه كيجي غزال كي كتشوفوا في لا فيديو كله نبيل. الحبه ديال البوشير كتجي كلها منبله، كلها خفيفه وداير بحال الريشه، ما كيجيش هكذاك ثقيل اولا مدقس اولا غليظ. كيجي كي تشوفوا الورقه على اختها من الداخل كله مفشفش كيشهد. الشكل ديالو كله متقب بحال البغرير. متاكده مليون في المية الناس اللي غادي يجربوا هذه الوصفه غترحموا ليا الوالدين، وغادي تولي عندكم معتمده في الطبيله ديالكم سواء الضياف اولا الافراد العائله، وفي كاع المناسبات والاعياد وفي الايام العاديه كذلك. وكونوا على يقين الناس اللي غادي يذوقوا عندكم هاد
البوشيار غادي يطلبوا لكم المكونات ديالو وطريقه التحضير، لان المذاق ديالو والخفه والهشاشه ديالو كتكون مميزه، ما تيجيش بحال البوشيار العادي بالطريقه العاديه، كيجي بحال الشفنج كتكونوا كتاكلوه بحال كتاكلوا الشفنج، غير هو ما كيكونش مزيت، خفيف ورائع بامتياز. نتمنى من الناس اللي غادي يجربوا هذه الوصفه يردوا عليا الخضار في التعاليق كما جرت العاده، رغم انني متاكده مليار في المية غتنال الاستحسان ديالكم وغادي تولي معتمده عندكم. وقال نقول لكم بصحه وراحه، الا عجبتكم الوصفه ديال البوشيار السفنج ما تبخلوش عليا بلي لايك لي كومونتير. الناس ما مشاركينش معايا في القناه مرحبا بكم، ما تنساوش تفعلوا جرس الانذار باش يوصلكم الجديد كل مره ندير فيها فيديو في يوتيوب. الناس اللي ديجا مشاركين معايا الف شكر وتقدير على كلامكم الطيب اللي كتخليوا لي سواء في التعاليق في القناه او لا على الرسائل والتعاليق في الصفحات ديالي في وسائل التواصل الاجتماعي انستغرام فيسبوك. نتلاقى بكم ان شاء الله في الفيديو الجاي. على بروشين، تشاو.